هو ما يعرفش اني بحبه، وهو خطب وانا ليل ونهار بدعي يكون من نصيبي عشان بحبه قوي ومش متخيله حياتي. يعني هو ما يعرفش انه انك بتحبيه، فهو خطب، فالله يسهل له. ابعدي عنه، ابعدي عنه، ما تفكريش فيه عشان حرام عليكي. انت بتدعي ربنا انه يبقى من نصيبك، فهو لو من نصيبك ربنا يكتبه لك، لو مش من نصيبك خلاص ما هو خطب. لو من نصيبك كان حاسس بيكي من الاول اصلا ما كنتيش انت عايزه اقول لك مفيش حاجه اسمها يعني بحب واحد وهو مش عارف، مفيش الكلام ده. انت لو بتحبي حد اكيد حاسس، فمعنى انه تجاهل او ان هو ما حاولش ان هو يكلمك، فاذا هو ما حسش، مش بيحبك. فانت دلوقتي بتقولي ان هو خطب، فربنا يسهل له حياته ويسهل لك حياتك. هو سؤال ممكن تقولي صح ولا لا. على فكره انا كنت برد عليكي كل ده بس انا طلعت كنتش بسجل. انا صح ولا لا؟ بالله تردي انا بحب واحد من طرف واحد، ابعدي. ده اللي انا قلته الاسك اللي فات قبل ما يتسجل. ابعدي، حب من طرف واحد ده مؤذي قوي 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 بجد. ابعدي. اتكلمنا بعد كده ما بقاش فيه كلام، بس خلاص انا من الاول قلت لك ابعدي. ده هي ده عايزه اقول لكم ان هي دينا متنفسه لسه من الاسك اللي فات. ما فيش اغرب من امي في الدنيا، لا حول ولا قوه الا بالله، اللي سماها ظلمها وظلمنا معاها. عملت ايه؟ احكي لنا الاسك الجاي هنقراه. بحب واحد. في ايه يا بنات؟ الرجاله متجوزه طفحت في الاسك ليه؟ انا برضو بحب واحد متجوز وهو دلوقتي في البيت حلو، وانا عايزه اقول له كلم التشيز كيك بتاعتك. مش عارفه اكلمه يا لولا. وانت بقى بتكلمي لولا ايه؟ يعني هتديني رقم واكلمه انا يعني انت عايزه ايه؟ مش فاهمه. انت ملعوبه على فكره، انت بنت لعوب ايه؟ ما ينفعش ولا حد كده قلت لك انا عايزه اكلمه ولا وايه. بصي وانا عايزه اقول له كلم التشيز كيك بتاعتك يعني. ايوه انا عايزه اقول كده. ايوه انا عايزه يا دينا انا عايزه اقول كده. مش انت غريبه. يديكي ويصلح حالك ويصلح حالنا ويصلح حال الدنيا كلها يا رب. علاقات عاطفيه ولا اسريه ولا اجتماعيه يا لولا؟ تقصدي اي علاقه؟ انا ما حددتش. انا كتبت ايه اغرب العلاقات في حياتكم، يعني اتكلموا عن العلاقات الغريبه هنتناقش فيها، مش تفرق اي حاجه. كنا بنحب بعض وما حصلش نصيب، وراح اتجوز وخلف منهم، وبعدين رجع يقول لي انا عايزك انتي، انا مش بحبها وهطلقها. انا عملت بلوك. بس انت عملتي له بلوك بس وما ردتيش اي رد تاني؟ الله انت واحده محترمه. قولي له يعني الواحده هتفتح فيرجع الحاسه تاني، مش منطقي. اوعي تقولي اسمي يا لولا، بس بجد محتاجه حل. انا بحب واحد متجوز برضو بس مش قادره ابعد عنه، ولا ينفع نتجوز؟ ليه؟ يعني انت لا قادره تبعدي عنه عشان بتحبيه، ولا قادره تتجوزوا عشان ايه؟ هو مبدئيا خلينا في الجزء الثاني، ولا قادرين تتجوزوا يبقى تبعدي، ما فيهاش حل تاني. مش قادرين ان انتوا تتجوزوا، او هو عنده ظروف، او انت عندك ظروف، او في اي حاجه، لازم تبعدي. ما عندكيش اي حل تاني، ابعدي. بصي انا مش عارفه اقرا يعني مشكلتك دي من انهي اتجاه. انا قريتها بتاع 3-4 مرات. بعد حب 12 سنه يا لولا عرفت انه متجوز ومخلف 2. مش فاهمه خبى عني ازاي. انت عارفه عرفتي انت ايه؟ مش عايزه اقولها لك. ده انت خليها طيبه قوي يعني. انت على الله قوي.